هذه هي لاغوسيت اللي نديرها من تخلص قبل وقتها. كريسبي كيك شوكولا وكراميل، يجي بزاف بنين ومقرمش، والكيك وشوكولا ناجح 100%. ننصحكم تسجلوا الوصفه. نعطيكم المقادير بالغرام، تلقاوها تحت لا فيديو بالكاس. ندير 230 غرام فرينه، 40 غرام كاكاو، كيس خميره الحلوى، وربع مغرفه صغيره بيكربونات دو صود. راح يغمق اللون تاع الكاكاو. هنا كنت نسيت نغربلهم على الاول. النواشف لازم يتخلطوا مليح ويتغربلوا قبل ما نزيدهم مع السوائل. اللي ندير فيهم 70 غرام زيت، 110 غرام سكر، 100 غرام زبده ولا مارغرين تكون طريه، رشه ملح وكيس عطر الفانيليا. نخلطهم مليح بالباتور ومن بعد نزيد البيض. عندي هنا 3 حبات بيض بحراره الغرفه، ما نفرغهمش على ضربه. كل ما نزيد حبه نخلطها مليح باش نزيد الثانيه ومن بعد الحبه الثالثه ونحرك كل مره. كي نكمل نبدا نزيد النواشف تاع الفرينه مع الكاكاو والخميره. ندير حوالي 3 ولا 4 مغارف كبار ونفرغ شويه من الحليب اللي الوزن تاعو 220 ملل. وقبل ما نشعل الباتور نحرك مليح بالفوي تاعو باش ما تطايرش الفرينه مع الكاكاو. وكي نشعلوا السرعه تاعو ما لازمش تكون قويه، يعني نشعلوه في السرعه الاولى باش ما نكسرش الهواء اللي لداخل. كي نكمل نفرغوا في مول القطر تاعو 24 سنتيمتر، دهنته بالزيت باش يلصق ورق الطهي، درته من التحت وعلى الاطراف تانيت. ونفرغ لاباغي كيك ويطيب 40 دقيقه على 170 درجه، والفوق كنت شعلته 10 دقائق من قبل. كي يبرد نحي الطبقه الفوقانيه اللي تكون طالعه شويه، تقدروا ترحوها وتلصقوها في الجوانب تاع الكيك. ومن الفوق غطيته بالكراميل وفرغت عليه الارز من الفوق، غطيت به كامل الكراميل. تقدروا تعوضوه بالكاوكاو ولا اي مكسرات. وراح نغطي كلش بلو غلاصادولو تاع المرجان اللي يذوب بسهوله على حمام مائي ولا في الميكرووند، وتغلفوا به الحلويات تاعكم اللي راح تجي شابه بغيونت وبنينه. وهنا الكلاصاج خلوه يبرد شويه، ما يكونش سخون باش الارز المنفوخ يبقى القوام تاعو يقرمش.